تخيل معايا تكون جالس في دارك بامان الله، وفجأة كتسمع دقان الباب مع الوحدة الليل. ملي كتمشي تحل كتلقى صندوق مصنوع من الخشب قديم محطوط على العتبة، ومكتوب عليه بالصباغه الكحله جمله وحده: ما تمشيوش لدار الوالد. هادشي هو اللي وقع لعائله العلوي بمدينه طنجة في الصيف سنه 2016، وهي بدايه ديال لغز غامض حير عقول المحققين وخلط الاوراق ديال عائله كامله تشتتات بسبب سر قديم مدفون مورا جدران فيلا مهجوره في غابه الرميلات. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الحكاية بدات مع السعدية، مرة في الأربعينات من عمرها، ربت بيت، متزوجة من إبراهيم اللي خدام إطار في البنك، وعندهم بنية سميتها مريم كتقرا في الجامعة. السعدية كانت بنت رجل أعمال مغربي قديم سميتو الحاج التازي. هذا الرجل كان معروف بالثراء ديالو بكونه راجل غامض ومنعزل. توفى هذه 10 سنين وخلى لولادو ورث كبير، ومن بين هاد الورث فيلا قديمه بزاف ومسدوده هذه سنين كاينه وسط الشجار غابه الرميلات بطنجه. ولاد الحاج التازي كاملين باعوا نصيبهم الا السعديه اللي بقات محتفظه بالسارود الفيلا، حيت كانت كتقول باللي ريحه باها تما واخا عمرها ما زارتها من نهار مات. نرجعوا لليله الصندوق. ابراهيم هز الصندوق ودخلوا للداخل وبدا كيفتحوه وهو خايف، والسعديه ومريم واقفين كيشوفوا على اعصابهم. ملي تفتح الصندوق لقاو الداخل ديالو مفتاح قديم ومسطي ديال النحاس، معاه رساله مكتوبه بخط اليد كتقول: السر اللي قلب عليه الحاج التازي حياته كامله باقي كيتسنى في فيلا الرميلات. سولو عبد الحق الشيفور القديم قبل ما يفوت الفوت. الصدمه هنايا هي ان عبد الحق الشيفور كان راجل وفي للحاج التازي، ولكن الغريب انه اختفى في ظروف غامضه تماما في نفس الاسبوع اللي مات فيه الحاج التازي هذه 10 سنين. وعمر البوليس ما لقاو ليه اثار. شكون هذا الشخص اللي صيفط الصندوق دابا؟ وعلاش باغي ينبش في ماضي داز عليه عقد من الزمن؟ ابراهيم قال لمرتو: هذه غير لعبه ولا كذبه من شي حد باغي يبتزنا، ديري عين ميكا ولوحي داكشي. ولكن السعديه ما قدراتش تنعس ديك الليله، الفضول والخوف سكنها. مع الصباح بكري بلا ما تعلم راجلها، السعديه عيطات لبنتها مريم وقالت لها: يلاه معايا لغابه الرميلات، خصني نشوف هاد الفيلا شنو فيها. ركبوا في الطوموبيل ومشاو. الاجواء في الغابه كانت هادئه بزاف وضبابيه. ملي وصلوا للفيلا لقاو الباب ديال الحديد الخارجي مصدي ومغطي بالنباتات الطفيليه، والفيلا من الداخل كانت كئيبه. الغبار مغطي الاثاث الفاخر القديم، واللوحات معلقه في الحيط كأن الزمن حبس تما في سنه 2006. السعديه ومريم بداو كيتمشاو وسط الصالونات الكبار، وطلعوا للطابق الاول فين كان البيت المكتب ديال الحاج التازي. ملي دخلوا للمكتب بداو كيقلبوا وسط المريوات والمجوره، وفجاه مريم لقمات عينيها في الارض ولمحات بقعه غريبه في الزربيه كيبان لونها مغاير. ملي جرات الزربيه اكتشفات الصدمه. كاين باب سري صغير ديال الخشب مصنوع وسط الارض ديال الخشب. السعديه جبدات المفتاح القديم المصدي اللي لقاوه في الصندوق، وبقات يدها كترعد وهي كتدخلو في القفل. المفتاح دار والباب تفتح. السي كمال المحقق الشهير في قضايا الجرائم الغامضة بطنجة توصل ببلاغ مستعجل في ديوانة البوليس مع 12 النهار. البلاغ جا من السعدية اللي كانت كتغوت بهستيريا في التليفون وتقول: لقينا جثة تحت الارض في دار با. كمال طار بالطوموبيل ديالو هو والفرقة الجنائية والطب الشرعي لعين المكان. ملي نزلوا المخبأ السري اللي تحت مكتب الحاج التازي لقاو هيكل عظمي بشري لراجل مليوح تما هادي سنين. الحوايج ديالو تهرو، ولكن المحفظة ديالو بصدام وباقيين تما. كمال فتح البصدام ولقى بطاقة التعريف الوطنية. الجثة كانت كتعود لعبد الحق الشيفور الشخصي القديم ديال الحاج التازي اللي غبر هادي 10 سنين. التقرير الاولي ديال الطب الشرعي اكد باللي عبد الحق مات جراء ضربه قويه ومباشره بآلة حاده على مستوى الجمجمه، والوفاه وقعت بالضبط في صيف 2006، يعني نفس الفتره اللي مات فيها الحاج التازي. كمال بدا كيطرح الاسئله: واش الحاج التازي هو اللي قتل الشيفور ديالو وخبعو تحت المكتب قبل ما يموت؟ واذا كان هو القاتل شنو هو الدافع؟
واذا كان شي حد اخر شكون اللي كانوا عنده السوارد الفيلا ويقدر يدخل ويقتل بلا ما يعيق به حد. كمال بدا كيحقق مع المحيط العائلي، عيط لابراهيم راجل السعديه وسولو فين كنتي هذه 10 سنين فاش مات الحاج التازي. ابراهيم جاوب بثقه: انا ديك الساعه يلاه تزوجت بالسعديه وكنت مسافر لفرنسا في مهمه عمل للبنك، وعندي كاع الاوراق اللي كتثبت هذا الشيء. كمال قلب ولقى فعلا الاوراق د السفر د ابراهيم صحيحه وثابته، وموراها كمال مشى يقلب في الاوراق القديمه ديال الحاج التازي والشركات ديالو، وتما غيكشف خيط هاد القضيه. الحاج التازي شهرين قبل ما يموت دار واحد السحب مالي ضخم من البنك، سحب ما يعادل 400 مليون سنتيم، وهاد الفلوس عمرها ما دخلت في الحسابات د الورث، وما كاين ليها حتى شي اثار في التركات ديالو. فين مشات هاد الثروه كامله؟ كمال رجع لغرفة المكتب وفحص المخبأ السري فين تلقات الجثة ديال الشيفور. لقى بلي حدا الهيكل العظمي كاين صندوق حديدي كبير ديال الفلوس، ولكن الصندوق كان مفتوح ومفرغ تماما من داكشي اللي كان فيه. كمال ركز بالضوء الكاشف على الجوانب الصندوق ولمح حاجة غريبة، كاين اثار اصابع صغيرة وخفيفة مطبوعة بالغبار فوق القفل الصندوق. اثار اصابع كيبان بلي ماشي ديال راجل ضخم بحال الحاج التازي والشيفور عبد الحق، هاد الاصابع كانت ناعمه وصغيره، اصابع ديال المراه. هنا المحقق كمال دار خطوه ذكيه، مشى يقلب في سجل المكالمات القديمه ديال الحاج التازي وديال الشيفور من الارشيف د شركه الاتصالات اللي محتفظين به من 2006، ولقى مكالمة مريبة وقعت نهار الاختفاء ديال عبد الحق. المكالمة جات لعبد الحق من تليفون عمومي كاين حدا الفيلا ودامت دقيقة واحدة. كمال مشى يبحث شكون اللي كان كيسكن قريب من هذيك التليبوتيك في 2006، وتوصل لواحد الشهادة من مول المحل القديم اللي قال: انا كنعقل هذه 10 سنين كانت كتجي عندي واحد البنت زوينة وشابة ديما كتتصل من عندي وهي مخبعة وجهها بالزيف، وواحد المرة نسات عندي كارني صغير ديال المذكرات بقيت محتفظ به حيت فيه سميات وارقام. كمال خدا الكارني وبدا كيقراه وتما لقى الصدمه الكبيره. الكارني كان فيه اسم عبد الحق الشيفور ومكتوب حداه: لقيت الصندوق وفين مخبع الفلوس، غنتلاقاو في المكتب ملي يخرج الحاج. وبخط اخر مكتوب: عبد الحق بغى يغدر بيا وياخد الفلوس بوحدو. كمال ولا دابا كيطارد شبح امرأة. شكون هاد المرأة اللي كانت على علاقة بالشيفور وعارفة أسرار الفيلا وعندها أصابع صغيرة؟ كمال رجع يسول السعدية واش باك الحاج التازي كانت عنده شي سكرتيرة أو مرأة كتدخل الدار في هذيك الفترة. السعدية سكتات وفكرات وقالت: با كان راجل صارم، ولكن كانت عنده واحد الممرضة خاصة كتعاونو حيت كان مريض بالسكر والقلب في أيامه الأخيرة. كانت سميتها جليلة، شابة في العشرينات، ولكن من نهار ما تبا غبرات وما بقينا عارفنا عليها والو، ويمكن سافرت للخارج. كمال دار ابحاث مكثفه على جليلة، تكشف باللي عمرها ما سافرت للخارج، ولكن بدلات اسمها وعايشه في مدينه سلا، وتزوجات برجل اعمال وعايشه في فيلا فاخره، وعندها شركات ومشاريع كبار يلا بداتهم في سنه 2007، يعني مورا المد الحاج التازي بعام واحد. كمان خرج بالزربة برفقة عناصر الأمن الجنائي لمدينة سلا وداروا مداهمة قانونية للفيلا ديال جليلة اللي ولا سميتها الآن نادية. ملي دخل كمال وجلس قدامها واجهها بالدليل: جليلة الكارني ديال المذكرات ديال سنة 2006 لقيناه، بقع الدم والتحاليل البصمات فوق الصندوق الحديدي في الفيلا الرميلات غطلع ديالك. اعترفي حسن ليك كيفاش قتلتي الشيفور عبد الحق وخفيتي الجثه ديالو. المراه وجهها ولا صفر وبدات كترعد وحاولت تذكر في الاول، ولكن ملي وراها كمال نسخه من الكارني وخط يديها القديم نكرات تماما واعترفت بالحقيقه الصادمه. جليله قالت: انا كنت ممرضه الحاج التازي وعرفت باللي سحب 400 مليون كاش وخباها في الصندوق الحديدي اللي تحت المكتب. اتفقت انا والشيفور عبد الحق باش نسرقوا الفلوس ونطفوا المكان ونهربوا مجموعين. استغلينا غياب الحاج اللي كان في السبيطار كيدير التحاليل ودخلنا المكتب وفتحنا المخبأ السري. عبد الحق جبد الفلوس ودارهم في الخناشي، ولكن مني جيت ناخذ حقي عبد الحق دار فيا وقال لي: هاد الفلوس كامله ديالي انت غتاخدي غير الفتاه ولا غنبلغ عليك الحاج باللي انت اللي سرقتيه.
انا طار ليا العقل، بان ليا فاس قديم محطوط في جنب المخبأ د الخشب، هزيتو وضربتو بيه بكل جهدي على راسو من اللور، طاح مات في البلاصه. سديت عليه الباب السري، هزيت الخناشيد الفلوس كامله بوحدي وهربت وسط الليل. بدلت هويتي وبديت حياة جديدة، وظنيت باللي السر مات معاه. حتى دابا كمال سولها، ولكن شكون اللي صيفط الصندوق الخشبي للسعدية البارح وحرك هاد القضية كاملة مورا 10 سنين؟ جليلة جاوبات بالدموع: ولدي لقى المذكرات ديالي القديمة وعرف الجريمة اللي درت وبغى ينتقم مني حيت عيشتو في فلوس د الحرام والدم. هو اللي صيفط الصندوق باش العدالة تاخد مجراها وانا نرتاح من هاد العذاب. تلقى القبض على جليلة وتحكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة القتل العامد مع سابق الإصرار والترصد وسرقة الأموال الضخمة. وتم إغلاق ملف فيلا الرميلات بطنجة، ورجعات الروح للشيفور عبد الحق اللي بقى مدفون في الظلمات ل10 سنوات، باش يعرف كل واحد باللي حبل الجريمة قصير وخد دوز عليه سنين وأعوام.